حمام ضيوف عشان خاطر يبقى ايه يخدم على الشقتين المفتوحين على بعض. بنينا ده كان ده ريسبشن، بنينا الحته دي عشان نعمل دي غرفه. دي بقى عندنا 3 غرف. الليد عاملين هنا فتحه، الفتحه دي عاملين فيها برضه ليد بروفايل هيركب بعد التشطيب. وهنا عاملين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم المهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي للتشطيبات. احنا طبعا تعالى معايا كده، دي الشقه اللي احنا خلصناها الاول بس فيها شويه عزال وكده. دي الشقه اللي احنا خلصناها في الاول، وقلنا لو انتوا فاكرين في الفيديو اللي فات هات كده على الطرقه دي، قلنا هندمج الشقتين مع بعض وهنوريكم طبعا الفينش بتاع الشقتين. هم حاليا دلوقتي شغالين في الفينش بتاع الكهرباء. تعالى معايا كده، احنا هنا ضمنا الشقه دي على الشقه دي وعملنا دي طرقه في الوسط. هنا ده احنا عملنا هنا حمام ضيوف. قرب معايا كده، ده حمام ضيوف. طبعا الشفاط بتاعه. اسسنا هنا حمام ضيوف عشان خاطر يبقى ايه يخدم على الشقتين المفتوحين على بعض. طبعا هنا ورا اللي في السقف كلها سبوتات، وهناك ورا ليد بروفايل هنروح له دلوقتي. كل الكلام ده كله هيبقى بدايل خشب وبديل رخام وجيبورد وشيبورد. هنا طبعا بنكمل المعبره دي حجر، نفس الحجر القديم اللي كان موجود عشان الديزاين كله يبقى مع بعضه ايه ماشي مع بعض. هنا طبعا فنشنا كده خلاص بيفنش الكهرباء. هنا دي طرقه بتدخلنا على غرف، دي جزامه. عملنا باب جرار، الباب الجرار دوت هنا بيغطي على الجزامه الموجوده عندي هنا. تمام. هنا بخش على غرف، هنا دي غرف وهنا دي غرفه الماستر. هنبص مع بعض بصه سريعه كده على غرفه الماستر. تعالى كده معايا. هنا غرفه الماستر هو بيركب النجفه حاليا. الاضاءه كلها من هنا بتيجي معايا الاسبوتات دي كلها، وهنا في ليد بروفايل بس الاضاءه مطفيه عشان بس بيركب النجفه. هنا معايا في الحمام ده برضو حمام ماستر احنا برضو عملناه بحيث ان هو يخدم على غرفه الماستر. ده كله هيبقى بدايل برضو. تعالى معايا. هنا المكتبه دي كانت موجوده، احنا هنحاول نظبطها ونعالجها على قدر الامكان. هي المكتبه دي كانت موجوده، احنا ما عملناش فيها حاجه. عملنا هنا بنينا ده كان ده ريسبشن، بنينا الحته دي عشان نعمل دي غرفه. دي بقى عندنا 3 غرف. خش معايا كده، دي غرفه عملنا التكييف بتاعها وعملنا السبوتات بتاعتها عدلناها كلها. هنا برضو تعالى كده، دي غرفه ثانيه ودي غرفه ثالثه، وده الحمام الرئيسي. برضو الحمام الرئيسي احنا هنا مركبين الليد وعاملين هنا فتحه. الفتحه دي عاملين فيها برضو ليد بروفايل هيركب بعد التشطيب. وهنا عاملين ليد بروفايل في الجزء الخاص بكابينه الشاور. دي كلها هتبقى كابينه شاور. ان شاء الله باذن الله نفنش كهرباء وهنخش على طول في البدايه وهنعمل بقى فيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.